يا مساء الفل والياسمين. مبدئيا كده احب اشكركم قوي على تعليقاتكم على اليوتيوب. ربنا يخليكم ليا وتسلموا لي ويسلم ذوقكم، بجد اسعدتوني. تعليقاتكم حلوه قوي وفتحت نفسي، ربنا يخليكم يا رب. تعالوا نعمل النهارده صينيه بطاطس بالكفته، والكفته عليها كده وشويه رز، حبه وحبه كده، حاجه جميله. بس قبل ما نبدا كده، انا مطبخ سلمى وسلسبيل، لاول مره يشوفني يا ريت لايك وشير للفيديو كتير، لقينا عجبكم يعني. هنيجي الاول كده، عندي نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو، ويكون في نسبه دهون يعني ما تقلش عن 100 جرام يعني، عشان تتصبع حلوه وتبقى كويسه. على النص كيلو ده هحط بصلتين وسط كده، وقرن فلفل، وفصين توم في الكبه هفرمهم كده ناعم، وهحطهم بميتهم كده زي ما هم، مش هصفي الميه ولا اي حاجه. هنزل بيهم على اللحمه. وعندي توابل بقى، فلفل اسمر وكمون وزنجبيل وكركم، لا بتاع ده، آه، كزبرة، كل التوابل. وانزل بقى بشوية كزبرة خضرة عليها، ومعلقتين دقيق، معلقتين كبار دقيق، علشان تلم العجينة، تمسك معايا كده وانا بصبحها، تشمع كده وتبقى حلوة. ونعجن بقى اللحمة المفرومة دي كويس قوي. اهم حاجة ونجاحها ان هي تنعجن كويس، يعني كأنك بتعجني عجين بالظبط. تنزلي فيها عجين كويس قوي كده لحد ما تمسك في بعضها وتتسمغ قوي كده. لقيت شوية خضار شوية، فحطيت كمان حبة. كنا ناسيين الملح طبعا، حطيت شوية الملح اللي هيحدق كويس. ونعجنها كويس كده. ودي كده على التلاجة، تقعد بقى شوية، يعني مش اقل من ساعتين ولا حاجة، بس انا طبعا مستعجلة ما كملتش حاجة. انا حطيتها شوية بس على ما اجهز ايه باقي المكونات. عندي بقى كيلو بطاطس كده، او كيلو ونص بطاطس على حسب اللي انت هتعمليه يعني، واقطعهم كده قطع كبيرة، يعني مش صغيرة ومش كبيرة، قطع زي ما انتوا شايفينها كده تتحمل، قطع حلوة كده متين. كده هخلص بقى كله، ونقعتهم في مية بقى، حطيتهم في مية عشان ما تسودش. عندي بصلاية كبيرة اقطعها شرايح كده، عشان اعمل بقى في حلة تانية، يعني هعمل الصلصة بتاعتها في حلة وبعدين ننقلها في الصينية. مش هعمل في الصينية بقى على طول كده، هحط دي تتسبك في الحلة الاول. صينية البطاطس دي من اسهل ما يكون. عندي حبة بصل فاضلين من الكفتة، ما عشان ما نرميهمش برضو، ما ينفعش نرمي اي حاجة في الوقت اللي احنا فيه ده، حطيناه. هنزل بقى عليها بمعلقة سمنة كبيرة واحطها. طبعا صينية البطاطس دي يا ولاد من اسهل ما يكون، يعني حاجة سهلة جدا وبسيطة. وفعلا انا مش بقوله على كل حاجة سهلة، هي ما بتاخدش حاجة. صينية بطاطس ورز يعني بالظبط ساعة زمن في المطبخ، وكنت مشطبة المطبخ كمان، مواعين والحوض وكله. عندي بقى طماطم كده، شوية طماطم حلوين هعصرهم على قرن فلفل احمر حراق كده، فصين توم عليه، وافرم الكلام ده كله. عندي البصل دبل على البوتاجاز من فوق اهوت، اروح نازله عليه بالطماطم كده زي الفل. احط بقى كمان معلقه صلصه كده. خلاص بقى اغطي عليها واسيبها براحتها، اوطي عليها واسيبها براحتها بقى تتسبك. اجي بقى على الكفته، جبتها هيت، طبعا ما كملتش عندي نص ساعه ولا حاجه في التلاجة، ما كملتش. بس انتي لو فاضيه يعني المفروض تتساب اكتر من كده. هصبعها صوابع، زي كأني بصبع صوابع كفتة رز كده، بس أكبر شوية. شفتوا ما شاء الله النص كيلو لما اتحط عليه البصل والخضرة والدي كل التوابل ده، ما شاء الله بقى كتير، يعني تضاعف الحجم. أصبع بقى كل الكمية كده. شفتوا ما شاء الله طلع طبق كبير قد ايه. اه ما شاء الله، يعني تضاعف حجمها، بقت حلوة خالص، تقضي عدد أفراد كتير يعني. عندي بقى صينية دهنها زيت، هرص فيها الكفتة دي كلها كده،
وعلى الفرن. اولع الفرن من تحت كده على درجة حرارة عالية، وادخل الصينية دي واسيبها بقى معاها نفسها كده ساعة زمن ولا حاجة، لا نص ساعة كده. معاكي ربنا بقى على الفرن. تعالوا بقى ما نعمل شوية رز زي العسل على ما الطماطم تتسبك والكفتة تطلع من الفرن. هحط معلقة زبدة كبيرة على شوية زيت، شوية زيت حلوين كده. وعندي الرز، هعمل رز حبة وحبة، مش هعمله بشعرية بصراحة يا جماعة. الرز ده حبة وحبة ده بصراحة جميل، احلى بكتير من ابو شعرية. ابو شعرية حلو برضو ومطلوب وله محبينه، بس بجد الرز برز ده اللي هو رز نصه متحمر ونص ابيض ده بيبقى جميل جميل بصراحة، طعمه لذيذ. ادني بقى مع الرز كده لحد ما يتحمر وياخد اللون الذهبي الحلو، اللون الذهبي الجميل ده. انا غاسله 3 كوبايات رز، حطيت كوبايه وربع رز منهم حمرتها، يعني كوبايه وشويه، يعني يعتبر النص او اقل من النص، حاجه بسيطه، والباقي سايبه ابيض. وانزل بقى بالرز التاني واشوح. طبعا انتوا كلكم زي الفل وعارفين وامارات في البيوت وكده، بس عشان لو اللي بيتفرج عليا على لاول مره يكون فاهم هو بيعمل ايه. انزل بقى بالملح بتاعي وبالميه المغليه، اديله الرز بقى ايه الميه بتاعته المظبوطه، يعدي على طول بعد منه كده بحاجه بسيطه زي ما انتوا شايفينه كده. واهم حاجه وطي عليه النار خالص. طبعا الميه مغليه وهو متشوح، يعني اول ما هغطي الغطا يكون بيغلي، وطي عليه خالص واسيبه. اجي بقى في صينيه واسعه كده، انزل بالبطاطس وقرن فلفل انا مخرطاه حلقات كده، واحد سليم ما يضرش. عندي الصلصه اهي، طبعا اتسبكت نص تسبيكه مش كامله يعني. بصل بالطماطم، وعندي التوابل بابريكا وفلفل اسمر وكمون وبهارات مكعب مرقه. وانزل بقى بمج ميه كبير، وكمان واحد انا حطيت يعني كمان واحد بس ما جاتش في حطيت واحد اهو، وكمان واحد حطيته كمان. واودي الصينيه دي بقى تغلي على البوتاجاز من فوق. شوف غليت على البوتاجاز من فوق، غليت خدت غليتين 2. هحط بقى اللحمه عليها، طبعا البطاطس لسه نيه يعني نص سوا بالظبط. هحط بقى الكفته المستويه دي عليها. الكفته طبعا استوت من تحت ورفعتها خدت وش كده من الشوايه، هرصها فوق البطاطس كده، واغطي بقى عليها ودي ادخلها الفرن. هتقعد نص ساعه من تحت، وبعدين لما تستوي ارفعها فوق على الشوايه واشيل الورق. ما شاء الله والله طعمها حكايه. ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي ولادي بيحبوها، صينيه البطاطس باللحمه المفرومه او بالفراخ. يعني البطاطس بصراحه، شوف الرز طبعا والزبده مدياله طعم تحفه، ومفلفل الميه مغليه بتاعته، والزبده مفلفل رزايه برزايه، مش معجن ولا ناشف ولا اي حاجه. بصوا بصراحه شكله مغري. انا عن نفسي باكله كده، لو من غير اي حاجه باكل كده طبق الرز ببقى ايه. شويه السلطه وكده تمام. لازم ادوق بقى. ما شاء الله، شمين الريحه، انا شماها من هنا. واللحمه جميله والكفته بجد جميله. ما تنسونيش في لايك وشير الفيديو كتير ان عجبكم. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.